السلام عليكم. ناس كتير طبعا هتفكرني اعمل الفيديو ده طالع بشحت او بحاول اكسب تعاطف الناس. والله العظيم انا مش شحات. انا بس منتخبي ما صعدش كاس عالم، فاستأذنك بس لو اشجع معاك. يعني انا على فكرة انا ابن ناس. انا مكنتش كده. انا واخد 3 افريقيا ورا بعض. كسبت ايطاليا في عزها. كان بالنسبة لي ماتش تسالي كده. حتى خليت حمص هو اللي يجيب الجون عشان اثبت العالم إن ده تسالي. عملت ماتش على البرازيل. خسرت بس يعني نفتكر بقى ان اضرب يا شوقي. شوقي هو السيزر الجديد. انتهى البرازيل، انتهى البرازيل، عاود لي من الاول يا مخرج تعرف انا ده. فانا بستأذنك بالله عليك، انا عارف ان ربنا ممكن تقول اديني ظهرك دلوقتي، تقول لي ربنا يسهل لك وربنا يرزقك وتصعد كاس العالم اللي جاي وبتاع، بس صلاح هيبقى عنده 34 سنه في كاس العالم اللي جاي. واديك شايف الناشئين عن محمد فخري مثلا بتاع الاهلي ده ناشئ عنده 42 سنه. والله فعلى كاس العالم اللي جاي هيبقى فاضل له كام سنه على المعاش اصلا مش على الاعتزال. عندك مصطفى شوبير مثلا جون كويس بس ملوش ظهر ولا ليه حد يسند، والخزنه ما فيهاش دولارات وعيشه. فبالله عليك انا عايز اشجع معاك. يعني اديني حتى فرصه اشجع معاك. وانا فقدت صوابي بصراحه. انا كل يوم بصحى على نفسي. انا صحيت امبارح لقيت المغرب بتلعب، قعدت اشجع المغرب بروحي ودمي كاني خريج جامعه الرباط. وانا والله كل اللي اعرفه عن المغرب ان السنه بتاعتها مؤكده، ركعتين بعد الفرض. خلص المغرب اليابان وكوستاريكا، قعدت اشجع اليابان لحد ما عيني ضيقت لو تاخد بالك. خلص الماتش قلت بقى المانيا واسبانيا، قلت هشجع اسبانيا مش هشجع المانيا بقى لان دي عيال ايه، شكلها من العيال اللي بتتناقش ومعترضين على كل حاجه وعاملين لي كده وبتاع. فانا قعدت اشجع اسبانيا وكل يوم اصحى اشجع. النهارده البرتغال هتلعب، هشجع البرتغال لان هو كريستيانو بلا ميسي بلا بتاع، مفيش الكلام ده. بعد بكره الارجنتين هتلعب، هشجع الارجنتين لان هو ميسي بلا كريستيانو بلا بتاع، مفيش ف... فانا فقدت صوابي بقى، بقيت بشجع اي حاجه. يعني بصحى من النوم اشجع. فحاول تكسبني، اقعد فهمني منتخبك، عرفني مين لعيبه حلوه مين لعيبه وحشه. الازمه منين؟ يعني هل المدرب مدرب سيء مع لعيبه حلوه مش عارف يستغلها، فلما بعد على القهوه اقعد اشتم في المدرب؟ ولا المدرب كويس وعامل خطه كويسه واللعيبه هي اللي بتتمركز في مراكز غلط، فلما بعد على القهوه اشتم اللعيبه؟ لان انا بقعد على القهوه بفضل اشتم في اللعيبه وبشتم في المدرب وفي الجمهور وفي القهوجي وفي الراجل اللي قاعد جنبي. فانت ساعدني وافتكر ان انا واحد ابن ناس بقى ومعايا 3 ميداليات اهم في كابتن حسن شحاته ساعه عصر كابتن حسن شحاته. فجاه لقيت نفسي معايا ميداليات تانية خالص، اخدها في افتتاح صيدليه اروح ازاحم اخد لي ميداليه واجنده. فالدنيا دي ممكن تلف بيك انت كمان. فالناس لبعضيها كده وساعدني، ولما تلف هساعدك. وجزاني وجزاك الله كل خير. شكرا.